اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا انتهت مباراة النادي الاهلي وانبي بفوز النادي الاهلي 2-0. الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي انبي. لو مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو متنساش اللايك. طبعا كلنا متفقين ان هي مباراة فقيرة جدا، مباراة مفيهاش اي طعم من جماليات وفنيات كرة القدم. كابتن حلمي طولان نازل يلعب على التعادل وعامل ستارتين دفاعيين ورا بعضيهم، يعني قافل الدنيا كلها على النادي الاهلي علشان يخرج بنقطه. واللي يلعب بالطريقه دي يا جماعه لازم عشان يلعب حتى يبقى عنده هجمه مرتده سريعه، يعني حتى ما عندوش الارتداد باللعيبه بتاعته ان هم لعيبه جماعيه ويطلعوا بالهجمه كده المرتده بجماعيه وسرعه اكتر من كده. لا، ده كانوا خايفين حتى لما يقطعوا الكوره ان هم يعملوا الهجمه المرتده، وده اثر على شكل الماتش بصوره غير طبيعيه. وده اثر علينا احنا كمشاهدين، ما استمتعناش باي ماتش غير ان الاهلي المكسب الوحيد ليه ان هو وصل للنقطه 52 بعد فوز 17 مباراه وتعادل ماتش، ونادي انبي وقف عند النقطه 25. النادي الاهلي جاب الفوز بهدفين عن طريق الاولاني محمد هاني من كوره طويله من ايمن اشرف على راس محمد هاني، حطها من فوق الحارس. صراحه كانت اول غلطه لحارس المرمى طول المباراه، وكان محمود جاد يعتبر من نجوم المباراه ومتالق جدا في الشوط الاولاني والجزء الاولاني من الشوط الثاني. ولما دخل فيه الجول محمد هاني من غلطته حس ان هو بقى بتأنيب الضمير، فبعد كده ما بقاش مركز في الماتش. في الشوط الثاني حتى الجون الثاني برضه يعتبر غلطته من علي معلول من ضربه ثابته بيشوطها عشان اي حد يلمسها ويحطها جوه الجون، هي راحت لوحدها من غير ما اي حد يلمسها، مجرد ان اي حد هوش كده هو اتخدع في الكوره ودخلت وبقت الجون الثاني للنادي الاهلي. طبعا انا بتكلم مع الساده المدربين اللي هم بتوع انديه الوسط امثال كابتن حلمي طولان، يعني خلاص الدوري ما فيهوش متعه، والفائز بالدوري خلاص معروف النادي الاهلي اكيد يعني. ومفيش جمهور في الملعب، يعني حتى ادوات الاثاره اللي موجوده للكوره مش موجوده. فبلاش كمان يعني تبقوا انتوا عوامل من عوامل ان احنا ما نتمتعش بماتش او مباراه في كره القدم. حضرتك بتلعب بطريقه دفاعيه جدا وهتخلي الماتش مقفول، وعشان تحافظ على ان انت تحافظ على تاخد نقطه، طب ما تطمع في الثلاث نقط واطلع بهجمه مرتده وهاجم الاهلي ويبقى في تكافؤ في المباراه، حتى ما تبقاش ما فيش فريق هيستحمل 90 دقيقه الضغط يبقى عليه 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 كده وهتخرج. دي نتيجتها مغامره، وبعدين مغامره خاسره. ودي في كل المغامرات اللي قبل كده للمباريات 99% ما بتنجحش. 99% ما بتنجحش، لو نجحت هتبقى 1%. وبعدين بقى بالاسباب عدم متعتنا، يعني مفيش منافسه، مفيش جمهور، مفيش خطط هجوميه، مفيش معلقين. يعني انا عن نفسي كنت هقفل التلفزيون واقفل الصوت على المعلق اللي بيذيع على المباراه. انا مش شايف اي كاريزما او اي امتاع او اي ابداع او اي فنيات في الكوره بيوصلها لنا. يعني صراحه كل اللي موجود ازعاج 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 وكلام مش راكب على بعضه، مجرد ان هو بس ينتهي بحاجات نهايات زي بعضها وخلاص، ملاش دعوه بقى ايه علاقه القطايف واللطايف والحلويات والشوكولاتات والملبسات بكره القدم. فين يا عم؟ فين التعليق؟ فين المعلقين؟ ليه؟ ليه كابتن شوبير مصر على مثلا معلقين معينين عشان يعني لما يجي ماتش مهم انت او كابتن مدحت شلبي لما تظهروا تقولوا بقى لا الماتش ده مهم بقى مش هيبقى تقيل على فلان، نطلع احنا عشان يبقى المشاهد بقى اللي هيذاع الماتش. لكن لما يطلع معلق ليه كاريزما عند الناس والناس بتحبه، في ناس كتير، في معلقين كتير، في كابتن محمد عفيفي، في كابتن عصام عبده، في كابتن حاتم بطيشه، في معلقين كتير جدا وليهم كاريزما وليهم حضور وليهم جمل كده، يعني حاجات مقبوله عند المشاهدين. فمش يعني مش ما يبقاش من كله. وبرجع بقى للنادي الاهلي واداء النادي الاهلي اللي هو برغم التغييرات اللي عملها في الشوط الثاني ان هو لم يتغير عن الشوط الاولاني، ومفيش اي فرق في التغييرات، ما حصلتش اي تطور للعب وطريقه النادي الاهلي، ولا اتفرجنا على كوره حتى
في خلال ال 95 دقيقه اللي اتلعبوا. وفي نقطه تانية انا بتكلم فيها بالنسبه لاليو بادجي اللي هو جايب 2 مليون يورو. انا في رايي الشخصي لو انا هلعبه في مركز شباب الحبانيه مش هشتريه ب 2 مليون يورو. لا، مش هي دي العين بقى اللي تختار اللعيبه وتدفع فيها المبالغ دي. ال 2 مليون يورو دول كنت وفرتهم لصفقه رمضان صبحي. رمضان صبحي بدل ما يعني الفلوس ما بتتهدر كده بدون حساب، يبقى في تأني في التعاقدات وفي الاختيارات، وما تثقش في اللجنه الفنيه اللي هي بتختار اللعيبه دي. لا، راجع عليهم وشوف، واعمل للاعب معايشه زي ما بتوع اوروبا كده بياخدوا اللعيب من عندنا يعملوا له معايشه. اعمل له انت كمان معايشه هنا وشوف هو ده فعلا ده لعيب يفرق ويحدث الفارق ولا زيه زي اقل لعيب عندنا هنا في التيم. صراحه انا شايف ان هو ما يسواش اكتر من 2 مليون جنيه، يعني ما يسواش ال 2 مليون جنيه كمان، مش 2 مليون يورو. لكن الاهلي النهارده سعيد بهدف محمد هاني. بصراحه الهدف ده هيريحنا من حاجات ومن صداع احنا في غنى عنه. يعني هيقول لك بقى النادي الاهلي محتاج احمد فتحي ومحتاج العواجيز دول وحسام عاشور وعبد الله السعيد، ويرجعونا القصه بقى، قصه ادمت بقى وشكلها مسخ. والمفروض بقى الناس اللي بتتكلم في الكوره تتكلم بعدل ربنا. اللعيب اللي كبر في السن يبطل، اللعيب اللي مبقاش يأدي في الملعب يبطل، اللعيب اللي ناشئ يطلع وياخد فرصته ويلعب ويمتعنا بكوره ويمتع نفسه بكوره وما يبقاش عليه ضغوط وما تحطلوش واحد عفريت فوق دماغه عشان يبقى هو ده اللي هيلعب برضه. مهما تلعب انت كويس هو ده اللي هيلعب عليك. لا، بصراحه انا هدف محمد هاني اسعدني، مش عشان ان محمد هاني جاب هدف، لا، عشان هو ريحنا من صداع احنا في غنى عنه. يقول لك اصل الاهلي كده ممكن يكون محتاج احمد فتحي، اصل احمد فتحي ممكن يقعد في الاهلي، وتبقى قصه كده، يعني في لفظ بيتقال بس انا مش عايز اقوله طبعا، قصه مش كويسه، يعني قصه شكلها مش كويس. فانا مبسوط جدا بالجون اللي جابه صراحه محمد هاني. وبعدين يعني نادي انبي انا مش يعني الاهلي، لا الاهلي ليه فرص حقيقيه ولا انبي ليه فرص حقيقيه. يبقى ماتش مباراه كره قدم زي دي صراحه يعني ايه اللذه اللي فيها؟ لا فرص ولا جمهور ولا معلق ولا اداء. فصراحه مباراه للنسيان، واتمنى ان المباريات القادمه تكون بشكل افضل من كده. حتى يعني مجدي قفشه لغز يعني الكوره مش متوقعه، مش ماشيه معاه، الاداء صراحه مش متوقع. وجيرالدو برضو نفس القصه، لعيب سريع ومهاري بس يعني فرص التهديفيه بتاعته مع النادي الاهلي قليله جدا. يعني هو داخل في 30 مباراه او اكتر من 30 مباراه، وتحس ان يعني متهيألي ما جابش مع الاهلي الا غير 3 اجوان، والمفروض ان هو مهاجم، والمفروض يعني الاهلي جايبه كهداف او راجل مهاجم يقنع ويجيب اهداف. اتمنى ان كلامي يكون وصل لكم بالطريقه اللي اقصدها والفهم اللي اقصد اوصله لحضراتكم، واشكركم. ولو عجبك بقى الفيديو ما تنساش تعمل لايك.